السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل وبارك عليه. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل كيكة التايجر او كيكة كنا زمان نقول عليها كيكة الرخام. مقاديرها بردك سهلة وبسيطة. كوباية لبن، سمن، المادة الدهنية سمنة، كوباية الا ربع سمنة على زيت، كل كوباية وربع سكر، 3 بيضات فانيليا، كوبايتين ونص دقيق، معلقتين كاكاو، ربع معلقة ملح، بيكنج باودر معلقة كبيرة او باكو ما يعادل معلقة كبيرة. البيض بيبقى بطلعه قبلها بنص ساعة او ساعة بدرجة حرارة المطبخ. تمام. والدقيق اللي احنا بنستخدمه ده دقيق متعدد الاغراض، ولازم ان احنا ننخله كويس عشان ده بيكون سبب في نجاح الكيكة بتاعتنا. هنحط البيكنج باودر، هنفضيه على الدقيق اللي احنا نخلينه كويس جدا. اهم حاجة نخل الدقيق عشان زي ما قلت لكم. وهنحط ربع معلقة ملح ونقلبهم كويس جدا مع بعض. تمام. البولة بتاعتنا تكون بولة كويسة، تكون كبيرة زي ما انتوا شايفين، عشان لما نيجي نضرب الحاجات التانية في الخلاط، المقادير التانية تكون ايه، تاخد الكمية وتبقى ايه براحتنا، نشتغل براحتنا فيها. تمام. هنسيب بقى البولة بتاعتنا كده على جنب، ونبتدي بقى نحط المقادير الايه التانية بتاعتنا في الخلاط عشان نضربهم مع بعض. كاكاو بردك هنركنه دلوقتي. هنجيب المادة الدهنية اللي هي كوباية الا ربع سمنة على زيت، او ممكن كوباية الا ربع سمنة على زبدة، او ممكن سمنة بس او زبدة بس الموجودة عندك، او زيت بس. وكوباية اللبن هنسيب حوالي 3-4 معالق عشان لما نضيف الكاكاو ما نزودش المادة السوائل اللي عندنا، هي نفس كمية السوائل اللي احنا واخدينها في الكيكة كلها. فالكيكة بتاعتنا تطلع مظبوطة وما تستوي وما تتشققش من النص، عشان زيادة السائل بيسبب لنا ان الكيكة بتتشقق من النص بعد ما تستوي. هنحط ال3 بيضات، بيضة اللي هم في درجة حرارة المطبخ زي ما اتفقنا، بنطلعهم قبلها بنص ساعة من التلاجة او ساعة، ونضيفهم ونحط ونكسر واحدة واحدة. وهنضيف طبعا الفانيليا، بيض يعني فانيليا. تمام. وهنحط اهو الفانيليا بتاعتنا، خلصت البيض ونحط الفانيليا بتاعتنا. وبعد كده هنضيف بقية الكميات بتاعتنا، كوباية وربع سكر. انا بحط في كل الكيكات كوباية سكر، بفضل كوباية سكر عشان تطلع مظبوطة وسكرها كويس، ما عدا كيكة التايجر. بحط كوباية وربع عشان الكاكاو بيبقى خام، فالكيكة بتاعتنا تطلع سكرها مظبوط. هي دوبك الكوباية وربع تخلي الكيكة ولا مسكرة قوي ولا دلع قوي، يكون سكرها مظبوط ويكون ايه مذاقها حلو كده وتعجبكم. تمام. وهنبتدي بقى نضرب الخلاط، نشتغل الخلاط بتاعنا ونضرب كويس جدا لحد ما السوائل بتاعتنا دي تكون عاملة زي الكريمة كده. ماشي. الضرب كويس جدا بيخلي بردك من نجاح الكيكه بتاعتنا، عشان بندخل هواء فالكيكه بتاعتنا بتطلع كويسه. هنبتدي بقى ناخد الخلاط بتاعنا، وعلى في البوله زي ما بقول، البوله الكبيره دي اللي فيها الدقيق بتاعنا المنخول، وعلى البيكنج باودر وذره الملح او ربع معلقه الملح زي ما قلنا. وهنضرب شويه شويه، وايه ونحط شويه شويه، ممكن بمعلقه خشب، ممكن بالمضرب، اي حاجه، اي معلقه عندك، الحاجات اللي موجوده عندك متاحه عندك استخدميها. اهم حاجه هنحط لحد بقى ونقعد نضرب كويس لحد ما نحس ان الكيكه بتاعتنا كده ايه الكريمه اللي عامله زي الكريمه حلزونيه كده. تمسكي المضرب كده تلاقي انها شكلها زي الحلزوني كده، معناه كده ان العجينه بتاعتنا اتخدمت كويس وبقت اهي ما شاء الله عليها، اللهم بارك. ماشي. بعد كده بقى هنخلصها ونجيب بوله تانية، ونقسم العجينه بتاعتنا بالنظر كده نصين. ماشي. عشان نص هنخليها زي ما هي، والنص التاني هنحط عليه الكاكاو. ماشي. واحنا كده بنقول اللهم الدعاء بتاعنا: اللهم ارتب بنا وبعبادك في غزة وبعبادك في كل مكان، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت يا رب العالمين، ويسر كل عسير، واغفر لنا يا رب العالمين. في الايام المفترجه دي نصلي على سيدنا النبي. هنضيف الكاكاو اهو زي ما اتفقنا، ونقلبه كويس جدا. وهنضيف شويه اللبن اللي انا قلت لكم هنسيبهم في اخر كوبايه من 3-4 معالق، عشان ما نزودش السوائل معانا اللي هي نفس كمية اللبن اللي هناخدها في الكيكة كلها. في الأيام المفترجة دي نصلي على سيدنا النبي كتير ونستغفر كتير، وندعي ان ربنا يغير حالنا لأحسن الأحوال إن شاء الله، احنا وجميع المسلمين إن شاء الله. ماشي. هنقلب كويس.
اهم حاجه يا حبايبي البنات الجداد والعرايس الجداد ياخدوا بالهم من التركات دي اهي، عشان دي اللي بتسبب نجاح الكيكه. ما احط السوائل وخلاص. انا دلوقتي هجيب الصينيه بتاعتي مقاس 26 وادهنها بالماده الدهنيه سواء زيت او سمنه، بعد كده هرش فيها الدقيق وانفضه كويس. ان انا كده انا ببطن الصينيه، اسمه تبطين الصينيه. واجيب كوبايه هي مضلعه عندي كده فيها 3 تضليعات، او اكون عندي بوله مش من كوبايه بوله، او اجيب ازازه حاجه ساقعه واقطعها. هي ازازه حاجه ساقعه تكون مضلعه برده كده عشان تدينا الشكل الجمالي، واقطعها كده بالسكينه او بمقص واستخدمها بديل الكوبايه او بوله، المهم اللي عندك اي حاجه عندك تديك الشكل اللي انت عايزاه. واجيب كبشه بقى، كبشتين، كبشه في العجينه البني وكبشه اللي هي ام كاكاو، وفي العجينه اللي هي الايه الساده البيضه. احط كبشه من دي وكبشه من دي واستنى كده ان هي تنزل كلها عشان تدينا الشكل الجميل. وطبعا الحاجات دي بتفرح ولادك لما يكوني بتعملي بقى الكيكه قدامهم كده بالشكل الجميل دوت، هيبقوا مبسوطين جدا. تبقي ايه جبرتي بخاطرهم وعملتي لهم الحاجات اللي نفسهم فيها، وفي نفس الوقت حاجه شكلها جميل كده وانت بتعمليها ويكونوا مبسوطين بيها. ومش عايزه اقول لكم فعلا ان كيكه التايجر دي من الحاجات الكيكات اللي بتشرف. يعني لما يجيلك ضيف ولا حاجه بتبقي حاطاه وانت مبسوطه، والضيف اللي عندك بيبقى مبسوط، لان بتبقى اسفنجيه وجميله وشكلها ايه حلو. فيا ريت بقى تعملوها وتجربوها، يعني فعلا من الحاجات الجميله. ويعني انا بعملها عن نفسي، بعملها كتير قوي وبحبها وولادي بيحبوها. هي شكلها كمان بيبقى جميل وبتبقى تطلع اسفنجيه بالمقادير دي ان شاء الله بفضل الله، بتطلع اسفنجيه وطريه وبتبقى ريحتها تحفه بصراحه. الف هنا وشفا. يعني اعملوها وبصوتوا وكبروا بخاطر ولادكم. لو ما عندكيش 3 بيضات ممكن تستخدمي بيضتين هتمشي بردك وهتطلع زي الفل. والحاجات الماده الدهنيه اللي عندك الموجوده عندك استخدميها، مش شرط الحاجات بالظبط. لا احنا الشاطره زي ما بنقول في المثل بتغزل بالرجل ايه، معلش سوري، برجل حمار وبتعمل من الفسيخ شربات. يعني المقادير اللي عندك حاولي بردك لو ما عندكيش كل المقادير ديت حاولي تظبطي معظمها كده من الحاجات اللي عندك وتعملي لاولادك، وبالشكل الجميل ده هيتبسطوا قوي وتطلعي حاجه كده روعه وجميله وتحفه. يعني بصراحه شكلها تحفه كده. وهم وانت بتعمليها يبقوا مبسوطين. وتكون ايه، هتجيبي بقى الكوبايه كده او البوله او الحاجه اللي انت حطاها وتلفيها عشان تديكي الشكل الورده الجمالي اللي احنا قلنا عليه، وتروحي شداها كده بس كده. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وبارك. تمام. بعد كده نكون مسخنين الفرن بتاعنا لمدة 10 دقايق على درجة 180 درجة. وهنحطها فيه لمدة هتاخد حوالي 40 ساعة، من نص ساعة ل 40 دقيقة، من نص ساعة ل 40 دقيقة. من نص ساعة ممكن تشوفيها بالخلة، لو ما استوتش هتكمليها ل 40 دقيقة. وبعد كده تدخليها الفرن. الكيكه بتاعتنا استوت اهي زي الفل، وهي معايا الخله انا شفتها جربتها وهجربها قدامكم تاني. العجينه ما طلعتش في الخله يبقى الكيكه بتاعتنا استوت. لسه اللي فيها عجينه يبقى محتاجه 5 دقايق كمان. طريه وهشه واسفنجيه وريحتها تحفه وشكلها خرافه بصراحه. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. يعني يا ريت تعملوها وتقولوا رايكم فيها. وما تنسونيش اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يجيلكم كل جديد. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع سلوى محمد.